النهارده هنتكلم عن شداد بن عاد. من هو شداد بن عاد؟ شداد بن عاد اللي معروف لدينا باسم ذي القرنين، وسمي بهذا الاسم لأنه عاش 1600 سنة، فحكم قرنين من الزمان. والقرن ليس المعروف لدينا الآن اللي هو 100 عام، ولكن الجيل. والجيل في الوقت ده كان بيقعد من 600 ل 700 سنة الجيل، يعني مدة الجيل زي ما عندنا دلوقتي مثلا نقول 60 70 سنة، لا كان بيقعد أيامها من 600 ل 700 سنة الجيل. فهو حكم قرنين من الزمان، فعشان كده سمي بذي القرنين. دي مقولة. المقولة التانية بتقول لأن هو أتى قرني الشمس مشرقها ومغربها فسمي بذي القرنين لهذا الأمر. ولكن الأقرب هو الأول، أنه سمي بهذا لأنه حكم قرنين من الزمان، لأن القرن زي ما قلنا مش هو 100 سنة، ولكن القرن هو الجيل. والدليل على كده قول الله: وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح. فالقرن هو الجيل، وهذا هو المعروف. عمل ايه بقى شداد بن عاد؟ شداد بن عاد ده قلنا قبل كده ان هو راح الاسكندرية، هو اللي انشأ الاسكندرية، بس الاسكندرية اللي هي الاسكندرية الاولى، وليست الاسكندرية الثانية اللي هي موجودة دلوقتي اللي هم بيتكلموا عليها، لكن الاسكندرية التي ابتلعها البحر، اللي هي موجودة دلوقتي تحت مياه البحر الابيض المتوسط على بعد حوالي 30 كيلو متر من شاطئ الاسكندرية الحالية. وفيها أعمدة، وفيها تماثيل لملوك القديمة زي رمسيس الثاني، وفيها أشياء كثيرة. من ضمن هذه الأشياء حجر مكتوب عليه: أنا شداد بن عاد، وأنا الذي نصبت العماد وحيدت الأحياد وسددت بزراعي الواد وبنيت لا شيب ولا موتى. إن هو بيقول أنا شداد بن عاد، وأنا الذي نصبت العماد، أنا اللي نصبت العماد، أنا اللي عملت إرم ذات العماد دي، وحيدت الأحياد، وعملت نظام للزراعة. ما كانش فيه نظام الأول، عمل نظام للزراعة، يعني حيد الأحياد، عمل أحواض للزراعة خاصة، وعمل سدود وكلام من ده، وعمل عملية زراعة منتظمة لا تعتمد فقط على المطر أو الفيضان. وسددت بزراعي الواد. سددت بزراعي الواد ده زمان ان هو الوادي الذي بين السدين اللي هو كان بيخرج منه يأجوج ومأجوج. واحد هيقول لي: طيب ربنا في القرآن في سورة الكهف تحدث عن ذي القرنين هذا اللي هو شداد بن عاد. اللي شداد بن عاد احنا قلنا ان هو الحضارة المصرية القديمة، يعني لو قلنا حضارة مصرية قديمة هنقول شداد بن عاد، بدون شداد بن عاد مفيش حضارة مصرية قديمة خالص. كل اللي باقي كله كومبارس جنب منه. يعني هو الراجل ده هو اللي بنى الأهرامات، وهو اللي عمل إرم ذات العماد، وهو اللي عمل نظام زراعي، وهو أول من جند الجنود وعمل جيش، أول واحد في التاريخ عمل جيش هو شداد بن عاد اللي هو ذي القرنين ده. وخد الجيش وطلع بيه في الأول، انطلق في اتجاه المغرب لحد ما وصل لبلاد المغرب، وفي له آثار فرعونية موجودة هناك في بلاد المغرب من شداد بن عاد ده. البعض كان بيتخيل ان هو اخناتون، لكن لا، الحقيقة مش اخناتون، لان اخناتون متأخر جدا عن شداد بن عاد ده اللي هو ذي القرنين ده. يعني اخناتون جاي في وقت متأخر جدا عنه، آلاف، يمكن يفرق بينهم آلاف السنين. فشداد بن عاد هو الحضارة المصرية القديمة، وهو أعظم ملوك الدنيا قاطبة. ما جاش في الدنيا ملك يوازي 1/10 من شداد بن عاد في تاريخ الدنيا كلها. والبعض بيقول ان في 4 ملوك ملكوا الدنيا اللي هم ذي القرنين وسليمان وبن خنصر والنمرود، وده مش حقيقي، لان النمرود وبن خنصر وسليمان كان كل ملكهم محدود في اماكن محدودة، وان ميز الاخر البعض عن البعض. ولكن ذي القرنين اللي هو شداد بن عاد ده هو الوحيد الذي امتد ملكه من مشرق الارض الى مغربها، من شمالها الى جنوبها، جميع الارض كانت تحت سطوته وتحت سلطانه. فكان هو حقا الوحيد الذي يطلق عليه ملك ملوك الدنيا قاطبة. ونشوف هنا ما بيقول: اما وصل ل السدين قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال مما مكنني فيه ربي خير. هم بيقولوا احنا هنطلع لك
جزء من أموالنا يعني كخراج ليك، مقابل إنك أنت تسد الفتحة دي أو الوادي ده اللي بيطلع منه يأجوج ومأجوج. فهو رد عليهم وقال لهم إيمانك كان إن فيه رب خير، اللي ربنا اداهولي أفضل ملايين المرات من اللي أنتوا بتمنوني بيه ده، ولكن أعينوني بقوة. ماشي، أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، لكن ساعدوني ويلا نشتغل مع بعض، وأنا هسد الوادي ده وهقفله، وسددت بذراعي الوادي. وبدأ يجيب الحجارة ويقفل الوادي ده. وفعلا هو كان البعض بيتخيل إن يأجوج ومأجوج دول ناس عمالقة وكلام من ده، لا، ده ممكن شداد بن عاد هو ماشي كان ممكن يدوس على 10-15 منهم في رجله كده يموتوا بمعنى أدق، لأن شداد بن عاد ده من مين؟ من قوم عاد. قوم عاد دي اللي ربنا أتاهم بسطة في الخلق. وده اللي البعض ما مش عارفه، إن البسطة في الخلق مش معناها الجسم بس، لا، ده البسطة في الخلق معناها كل شيء مخلوق. ربنا بسط لهم في كل شيء مخلوق، لدرجة إن العرب كان شداد عاد ده كان واحد من قبائل العرب اللي موجودة، اللي هي زي جرهم وقحطان وثمود وقبائل كتيرة موجودة. كل هذه القبائل في تاريخها كله نسلهم كلهم ما يجوش نص نسل قوم عاد. ومش نص نسل قوم عاد بس، لا، ده مش نص نسل الفئة التي أنجاها الله من قوم عاد، اللي احنا قلنا ان هم يقدروا ب4000 واحد اللي نجاهم الله مع سيدنا هود. فأهلك الله عاد الأول ونجينا هود والذين آمنوا معه. نجينا هود والذين آمنوا معه اللي هم نزلوا مصر وعملوا الحضارة دي، لأن احنا قلنا ان شداد بن عاد ده وشداد بن عديم وابن برشيم وابن قفطير وابن مصر وابن مصرايم ابن هود عليه السلام ابن عبد الله ابن رباح الجارودي ابن عاد ابن عوص ابن إرم ابن سام بن نوح. فهو من الفئة الناجية من قوم عاد. قوم عاد بقى لما جم هنا مصر عملوا احنا شوف المصريين النهارده 95 مليون مثلا، لو جينا نلم جميع القبائل العربية التانية دي، شوية القبائل اللي احنا قلنا عليهم دول كانوا يجوا 20 قبيلة بقى من نعد فيها، يساوم عاد في الوقت ده ما أنجبوش نص النسل الذي جاء من قوم عاد دول. ده بالدليل القاطع ان هم ربنا اتاهم بسطة في الخلق، وده اللي قاله لهم سيدنا هود زي ما قلنا قبل كده، واذكروا نعمة الله عليكم ان زادكم بسطة في الخلق. والبسطة في الخلق معناها بسطة في الجسم، لدرجة انهم كانوا اقوياء جدا واعظماء جدا. سيدنا رسول الله في تفسير سورة الفجر بيقول عنهم بيوصف القوم الذين بنوا إرم ذات العماد، فبيقول كان الرجل منهم يأتي على الصخرة فيحمله على الحي فيهلكه. الراجل منهم يجيب الصخرة يشيلها يجي على الحي يحدف فيهلك الحي كله. شوفوا دول بقى يبقوا كان أحجامهم وعظمة سلطانهم قد وفي نفس التفسير برضه في تفسير ابن كثير في سورة الفجر، برضه في سورة الفجر بيتكلم منها عن في مقولة عن أنا شداد بن عاد وأنا الذي رفعت العماد وأنا الذي شددت بذراعي نظر واحد وأنا الذي كنست كنوزا على 7 أذرع لا يخرجها إلا أمة محمد. إن هو بيقول إن هو كنس كنوز على بعد على 7 أذرع لا يخرجها إلا أمة محمد. 7 أذرع دي هو كان حجمه تقريبا فوق 30 متر، يعني طول شداد بن عاد ده كان فوق 30 متر. فال7 أذرع عنده على الأقل بيساوي فوق 100 ذراع بالنسبة لنا احنا، فعلى بعد حوالي 50-60 متر الحاجة دي موجودة. ودي زي ما قلنا قبل كده إن في أحد الملوك أو الخلفاء بتوع الدولة الفاطمية وهو المعز الدين الله الفاطمي كان شغل 1000 عامل في البحث عن باب للهرم لمدة سنة، فلم يجدوا شيء، فوجدوا على إحدى الحجارة مكتوب عبارة مكتوبة يعني إن أنا الذي أنشأت الأهرامات أو بنيت الأهرامات والبراني، وأنا الذي بنيت الهرمين وأودعتهما كنوزي وذخائري. فقال هذا أمر لا ينبغي إلى القيم من أمة محمد اللي هو الإمام المهدي، هو الوحيد اللي يقدر يطلع الكلام ده.
واحنا قلنا قبل كده ان الامام المهدي خلاص على وشك باذن الله ان هو يجي في غضون حوالي سنة من دلوقتي. فشداد بن عاد هو اعظم ملوك الدنيا قاطبة منذ خلقها الله الى قيام الساعة. الراجل ده ما فيش يعني لما تيجي تقرا في تاريخه ده شيء فوق الخيال، فوق مستوى الخيال كمان. فاليهود علشان خاطر يتفهم ويسفيهم الحضارة المصرية القديمة يحاولوا ان هم يطمسوا على شداد بن عاد ده ويلغوا الكلام ده كله. يقول لك ده الاهرامات بناها خوفو وخفرع ومنقر. مين خوفو ولا خفرع ولا منقر؟ ما تعرفش سيرتهم ايه في التاريخ، ما لهمش، كلام فارغ. هم بيألفوا لهم حاجات من عندهم كده مع ان هم ما لهمش اي ذكر اساسا في التاريخ. والاهرامات لم تبنى كمقابر زي ما هم بيقولوا، ده كده ما طلعش ولا جثة من اي هرم اي مكان. هتقول هرم واحد طلع منه جثة محنطة او جثة حتى مش محنطة لو في عظمة حتى في قلب الاهرامات دي؟ ما فيش الكلام ده خالص. فهذه اكذوبة. لعن الله الفرنسويين واليهود لأنهم هم الذين أتوا لتدمير تاريخ مصر القديم كله بهذه الحملة القذرة، حملة الفرنسويين هذول إلينا فعليهم لعنة الله، أنهم أرادوا أن يمنعونا من أن نفتخر بأعظم ملك من ملوك الدنيا وهو جد من أجدادنا القدماء، وهو شداد ابن عديم ده المعروف بشداد بن عاد. ففي عمود برضو في الاسكندرية الغارقة مكتوب عليه ايه: انا شداد بن عاد شددت بسعيد البلاد وقطعت عظيم العماد من الجبال والاطواد، وانا بنيت ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، واردت ان ابني هناك ارم وان انقل اليها في اقدامي عشائر وامم، وذلك اذ لا خوف ولا هرم ولا سقم، فأصابني ما أعجلني وعما أردت قطعني مع واقع ما أطال همي وشجني وقلل نومي وسكني، فارتحلت بالأمس عن دياري لا لقهر ملك جبار ولا لخوف جيش جرار ولا لدهية ولا عن صغار، ولكن لتمام المقدار وانقطاع الآثار. فمن رأى أثري وعرف خبري وطول عمري، لأن عاش 1600 سنة تقريبا، وطول عمري ونفاذ صبري وشدة حفري فلا يغتر بالدنيا بعد، لأن مفيش حد هيجي زيي، كلكم هتيجوا بعد كده اقل مني بكتير جدا، ما حدش يغتر بالدنيا بعد مني، فانها غرورة تاخذ ولا تعطي. وفي مقولة ثانية له اللي بيقول فيها انه ركب الاف الجياد وخاض الاف المعارك وحارب الاف الحروب، ولكنه امام ملك الموت، ولكني امام ملك الموت كنت ضعيفا. لان هو زي ما قلنا ان هو اكيد هو يا على الأقل هو نبي من الأنبياء، مش هنقول إن هو ذو القرنين طبعا من المخاطبين، لأنه إيه كنا ذا القرنين، يعني إيه كان في حديث بينه وبين إيه الله في المسألة دي، إن ربنا كان في محادثة بينه وبينه، إن هو بيقول له يعني لما لقى وصل لمغرب الشمس ومشرق الشمس والكلام ده، فكان في حديث ده مذكور في سورة الكهف، من ممكن إنكم ترجعوا إليه. وشرح مفصل للكلام الوصية بتاعته اللي هي مكتوبة على العهد العمالي دي احنا قلناها في لقاءات قبل كده، من ممكن انكم ترجعوا ليها. وفي القزويني وابن زهير طبعا ده الكلام ده كتب قديمة قبل الحملة الفرنسية القذرة ما تيجي مصر وتوسخ التاريخ المصري وتشوه التاريخ المصري كله وتخرب الدنيا كلها بالنسبة للتاريخ المصري، وتقول ان المصريين كان عندهم لغة اسمها اللغة الفرعونية، وده كلام كذب ومش حقيقي، لان اللغة المصرية القديمة طول عمرها لغة عربية. كان في حاجة اسمها الكتابة الفرعونية اللي هي الكتابة بالرموز التي ترمز إلى الحروف العربية، اللي هي الكتابة اللي موجودة دي، لكنها هي لغة عربية فصحى كمان، إن إحنا من أساس العرب. لأن في مقولة إن هود نفسه عليه السلام اللي هو جد شداد بن عاد ده، سيدنا هود هو أول من نطق بالعربية. وفي مقولة بتقول لا ده نوح عليه السلام، وفي مقولة بتقول انه آدم. يعني حتى لو ان احنا في اي واحدة من الثلاثة دول فاحنا عرب بنسبة 1,000,000%، وكنا بنتحدث باللغة العربية بنسبة 1,000,000%. وفي القزويني وابن زهير زي ما قلنا في كتبهم بيقولوا ايه: لم تزل مشايخ مصر يقولون الاهرامات بناها شداد بن عاد، وهو الذي بنى الغار وجند الجنود. هو اول واحد عمل جيش وجند الجنود، وهو الذي بنى الغار، لان هو اول واحد عمل بيت يتسكن.
لأن الناس زمان كانوا بيسكنوا لا إما في غار لا إما يعملوا بيت شعر يسكنوا فيه، لا إما يشوفوا غار في الجبل يسكنوا فيه لا إما يعملوا بيت شعر ويسكنوا فيه. فهو أول واحد بنى الغار، بنى الغار يعني بنى بيت عشان يتسكن إيه فيه. وفي صاحب منهج الفكر بيقول في الجيزة أهرامات بناها شداد بن عاد ابن عدي شداد بن عديم وابن برشيم وابن كفتير وابن مصر وابن مصرايم. وأدلة كتيرة جدا لا تسع الوقت لسردها جميعها، لكن كل الدلائل تؤكد وتشير بما لا يدع مجال للشك أن شداد بن عاد هذا هو ذي القرنين، وهو أعظم ملوك الدنيا، وهو ملك ملوك الدنيا، وهو الذي سد الواد. وفي سد الواد برضو في حاجة عايزين ننوه ليها، ان هو فما استطاع ان يزوروه وما استطاعوا له نقبة. البعض بيقول ان هو قوم يأجوج ومأجوج بيفحروا في الوادي في السد وكده، فما بيقربوا يشوفوا الشمس بيقول لهم ارجعوا، تاني يوم يرجعوا يلاقوه زي ما هو. ده كلام فارغ، لأن ربنا في القرآن وقال لنا فما استطاع أن يزوروه وما استطاعوا له نقبة. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعلها دكا. يبقى إيه اللي هيفتح السد؟ الله بقدرته. فإذا جاء وعد ربي جعلها دكا وكان وعد ربي حقا. إذن فالسد هيتفتح بقدرة الله. عشان خاطر كده ربنا لما بيجي خاطب سيدنا عيسى بعد ما بيقتل المسيح الدجال وبيأمره ان هو ياخد الناس اللي معاه ويطلع على جبل الطور، لأن ربنا يقول له فإني أخرجت قوما خلقا من خلقي لا قبل لأحد به. ما فيش قبل لكم بهم. ليه؟ لأن الناس في الوقت ده هيبقى عددهم قليل جدا، عشان نبقى فاهمين. بس في الفترة دي هيكون بعد مجيء الطارق اللي هو هيجي في 21/3/2014 ده، وهلاك أجزاء كبيرة جدا من الأرض، والأرض منقسمة من أطرافها، وتلتين الأرض هيروح، وأكتر من 3/4 أو تلتين على الأقل الناس اللي هي ساكنة في الأرض، بل يفوق 3/4 كمان، عدد يمكن يفوق 70-80% من الأعداد اللي موجودة على وجه الأرض كلها هتبات. فهتبقى أعداد قليلة جدا، والباقي كمان هيتحاربوا مع بعض في الملاحم بتاع الإمام المهدي والحاجات دي كلها، فبالتالي هيتبقوا أعداد قليلة. فيأجوج ومأجوج دول بالنسبة لهم هيبقوا أعداد بقى إيه مهولة، لدرجة إن قالوا إن المذكور عن الرسول إن هم هيعدوا على بحيرة طبرية مثلا، هيشرب أولهم آخرهم يقول كان في هنا إيه مية، ذات يوم كان هنا ماء. يعني تشوف الأعداد بتاعتهم تبقى قد إيه. فالأعداد في الأرض مش هتبقى بالكثرة دي، ولا يبقى في الأسلحة الحديثة اللي موجودة دلوقتي والكلام ده كله، وشرحنا الكلام ده في فيديوهات سابقة من الممكن إنكم ترجعوا ليها، اللي هي بتتحدث عن نهاية الزمان.